السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض ايه؟ نبدأ كده. بس الاول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل مع بعض كركديه، عناب، حاجة كده بقى ايه، ساقعة حلوة فريش طبيعية كده في الجو اللي احنا فيه دوت. بينفع يعني في التلاجة على طول في الصيف. هنا جبت كركديه، شطفته بس شطفة خفيفة كده في مصفى تحت الحنفية. جبت حلة فيها 3 لتر مية على النار، حطيتهم كده يغلوا غلوة. بس اول ما يغلوا هجيبهم اصفيهم كده زي ما انتم شايفين. بتهيألي يعني الكركديه مفيش اتنين بيختلفوا عليه، انا كنت والله العظيم عاملاه. زي ما هتشوفوا بس معايا في اخر الفيديو كده، اكياس كده عيالي كانوا بيطلعوه ياكلوه وبيشربوه لوحدهم كده، الاطفال بتحبه، حاجة كده يعني طبيعية، طعمها حلو، وبتهيألي مغذية للدم وكده. هنا هغلي الكركديه تاني. يعني انا اخدت هنا اول غلو، اول مره غليته وصفيته زي ما انتم شايفين في الحله. جبت 3 كوبايات سكر، هرجعهم على النار تاني. وهناك نفس الكركديه اللي هو الورد الزهر ذات نفسه اللي انا غليته اول مره، حطيته في حله وحط عليه كمان 3 لتر ميه او لترين ونص، وهوديته هناك زي ما انتم شايفين كده. هيتغلى كمان غلوه تانية لوحده كده، اللي هو بقى المخفف، اللي هو اول واحد كده اللي هو كان مركز. هتشوفوا بس يسيبه اول ما يغلي كده ديت نص معلقه كبيره ملح ليمون، وهسيبه يغلي بيها كده. بعد ما يغلي غلوتين هسيبه يغلي بقى، احط ملح ليمون واسيبه يغلي كده. هلاقيه معايا تقل، وبقى ان هو يبقى مركز وتقيل. هتتابعيه معايا، هتشوفيه في اخر الفيديو برضو. لو وصلتوا معايا هنا تحطوش، بقول لكم لا، حطوا لايك وتفعلوا الجرس، كومنت حلو زيكم. تمام. حطي في ازازه في التلاجة تشربي منه. انا كنت حاطاه في اكياس اللي هو المركز دوت في الفريزر. اطلع كيس واحطه في الخلاط وازود عليه ميه، او من غير مي خلاط. لو انت مش مستعجله عليه هحطه في اللي هو الدورق او الشفشق اللي هو الكبير كده، وازوده ميه تكون مش ساقعه يعني عشان هو هيكون متلج طبعا. وهتحطي بقى السكر اللي انت عايزاه. هو سكره كان مظبوط، عايز تزودي سكر براحتك، السكر ده اذواق. دي بصوا لونه ده تاني مرة اتغلى فيه. بصوا اللون بتاعه. حطي بقى مكعبات تلج بقى، واقعدي كده في روقان بقى واشربي. عناب بقى، كركديه بقى زي ما بتقولي عليه. بس بصراحة بالنسبة لي حلو، انا بحبه بصراحة يعني، وطول الصيف بيبقى عندي في التلاجة. بصوا ده المركز، عبيته في اكياس كده احطه في الفريزر. وادي المخفف، بصوا لونه في الازازة ولونه في الكوبايات عامل ازاي. السكر بقى ده براحتك. انا حطيت طبعا في تاني مرة وهو على النار، حطيت سكر في الحلة وهو بيغلي تاني مرة. ساعات بقى بصراحه مش بغليه، ببقى مكسله ان انا اغليه. اجيب شفشق او اي حاجه كده، احط فيه شويه كده، واحط عليه الميه واقلب السكر واسيبه في التلاجة. بيعمل اللون الطبيعي بتاعه، اللون الحلو، وبشربه واصفيه واشربه. بصوا دوت اللي هو المركز، خففته ميه في قلب الشفشق وزودته معلقتين 3 سكر كده، وبقيت اشرب منه. جربوا الطريقه ديت ان شاء الله تعجبكم. متنسوش بقى تحطوا لايك كومنت حلو زيكم، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. مع السلامه.